안녕하세요. والنهاردة هيكون فلوج أو روتين مختلف عن باقي الفلوجات والروتينات، لأن النهاردة هنعيش يوم كامل بالكوري. صحيت النهاردة الساعة 12 وعملت تمرينات كده بسيطة، وكمان قعدت اسكرول شوية على الموبايل، وقمت رتبت السرير. عملت الروتين الصباحي العادي جدا اللي هو غسلت بشرتي وأسناني واتوضيت ورحت عشان أصلي. هتكلم معاكم شوية وأنا برطب بشرتي. النهاردة هقضي يوم معاكم كله بالكوري، ماشي. هناكل أكل كوري وكده. امبارح خلصت امتحانات الشهر، فالنهاردة مش ورايا دروس ولا مدرسة. اليوم النهاردة هيبقى بيتوتي. أكتر حاجة بصراحة فرحاني، وللأسف الحلو ما بيكملش. كان عندي برد بس عادي يعني، كنت بحاول أتعايش معاه وأعمل نفسي مش واخدة بالي علشان اليوم يفضل حلو، بيبقى جميل كده ولذيذ. هنحضر مع بعض أكلة جيران بكم. هنحتاج بطاطس مقطعة مكعبات وجزر مكعبات وطماطمية صغيرة وبصل أخضر، ونشوحهم في معلقة سمنة أو زبدة اللي عندكم. بعد ما يتشوحوا شوية هنزل بيه ربع كوباية مية علشان بس يستووا. حطيت ملح وحطيت دي توابل الفراخ، حاجة بسيطة منها، وحطيت فلفل أسود وكزبرة. بعد ما الجزر والبطاطس دبلوا شوية هنزل بالطماطم. بعد ما اتأكدت ان البطاطس والجزر والطماطم دبلوا هنزل بقى بالبصل الأخضر، ومش هحطه كتير على النار علشان اللون بتاعه ما يروحش. وحطيت بس كده نص معلقة سمنة ونزلت بالبيض. اسمعوا الصوت عامل ازاي على النار. وزينتها بحبة البركة، تقدروا تزينوها بالسمسم عادي. وها هو شكل الفطار. طبعا هي بتتاكل بنوع عيش كده كوري، بس انا مليش فيها كلها كده نتش، فهاكل من غير عيش، ماشي. حاساها شوية شكشوكة بس مفيهاش بصل والحاجات دي، فاهماني يعني، احساس من البيت. خلينا ندوق من ورقينا. طبعا هتطلع حبة البركة بس علشان الشكل، فبسم الله. حلو قوي، والبطاطس كده فيها طعم حلو قوي يعني. اظن ان دي مش شكشوكة خالص، بس يعني تحسوا ان هي شكلها شكشوكة بس طعمها حلو قوي. وحاجة تانية، اعملي جزر مع البيض، فبيدي طعم تاني خالص، بس طعمه حلو. بعد الفطار بشوية رحت بقى علشان اذاكر، فبصراحة ما لقيتش المذاكرة دي مستاهلة ان انا اقعد على المكتب، فاهمني. فطلعت الترابيزة لان دي كانت بس تحضير شوية للدروس، وعملت التودو ليست على الموبايل المرة دي، وكمان حضرت التايمر. خلصت الرياضة وعلمت عليها، خلصت العربي وعلمت عليه برضو. خلصت الحمد لله كل المذاكرة اللي كانت عليا النهاردة، وخلاص تعبت بقى على الآخر. أنا أصلا عندي برد وأنا بدأت تدمع كده زي ما انتوا شايفين. طيب المستر قال لي النهاردة في درس، مع انه كان متلغى، بس قال لي النهاردة في درس، فأنا لو قدرت أروح هروح، ما قدرتش عشان نروح في حتة، ماشي. اوكي. بصوا بجد كانت عينيا بتدمع ازاي. انا من الناس اللي بيحبوا القراءة، بس انا كنت دايما بقرأ من على الموبايل، لان انا خلقي ضيق. بقول ان انا مش هشتري كتاب مش هعرف اخلصه كله وكده، هقرأ صفحة صفحتين وخلاص. لا، انا لما اشتريت الكتاب ده بصراحة ما اشتريتش كمية علشان اشوف انا هقدر اخلصه ولا لا، فبحاول ان انا كل يوم اقرأ صفحة او صفحتين. واكيد انتوا عارفين ان القراءة في الكتب احسن بكتير من على الموبايل او اللي هي القراءة الالكترونية. وللغدا هنحضر مع بعض وصفة بيبيمباب. ولتحضير وصفة بيبيمباب هنحتاج الخضروات دي. أول حاجة الجزر
والكوسة والخيار. الخيار عمل كده علشان هو كان في الفريزر، وبصل اخضر ومفروض كرنب بس انا ما كانش عندي فاستخدمت خس عادي. ولازم نقطعهم شرايح رفيعة زي ما انتوا شايفين. وهنشوح الجزر على النار لحد ما يطيب شوية، وكمان الكوسة. بعد كده هنحط رز في طبق كده يكون واسع. طبعا الرز بنعمله رز ابيض عادي جدا، بنحط له ملح وسمنة بس. شوحت الكوسة اهو والجزر، ونبتدي بقى نحط حاجة حاجة على الرز. في ملحوظة صغيرة، تقدروا ان انتوا كمان تحطوا مع الخضروات دي سبانخ. هتجيبوها تقطعوها شرايح كده وبعد كده تشوحوها على النار وتحطوها، بس انا بصراحة ما بحبش اكل السبانخ كده فعشان كده ما حطيتهاش. ورصيت الجزر كويس، بعد كده نزلت برضو بالكوسة وحطيتها كويس كده، وده البصل الاخضر. وكمان رصيت الخيار، وحطيت الكابوتشا او اللي هو الخاص ده بدل الكرنب الابيض. ولو كان في كرنب ابيض كنت هشوحه برضو زي الجزر والكوسة. وقليت بضاية. واخيرا وليس اخرا هنزين الطبق. انا زينته بحبة البركة، ممكن كمان ازينه بالسمسم وبصل اخضر تاني كده على الوش. بصوا بجد ما شاء الله طبق جميل وحلو ازاي، وكله حاجات مفيدة. وعلشان بقى نكمل الاجواء الكورية شغلت مسلسل كوري، الحقيقة دي اول مرة اتفرج عليه. ودلوقتي هنحضر وصفة حلا كورية وهي الموتشي. أول حاجة نستخدمها في الوصفة وهو أصلا أساس الوصفة دي الرز. نقدر ان احنا نجيبه من بره او نطحنه في البيت. وانا طحنت كوباية رز بالكوباية اللي قدامكم دي، وبعد ما اتطحن بقى كوباية الا ربع من دي الرز. الخطوة التانية وهي النشا. انا حطيت معلقتين مش مهرمين، علشان كده طلعت العجينة معايا لزجة شوية او مش تقيلة، بس انتوا حطوا معلقتين نشا مهرمين او 3. انا كنت هعملها بالشوكولات فحطيت معلقة كاكاو. شفت انا كنت حاطة معلقة كاكاو مهرمة ازاي، احط النشا زيها. هحط كوباية لبن وعايره بنفس الكوباية، وضفت عليهم معلقة صغيرة من السكر البودر علشان الكاكاو كان محلى. وضفت ربع كوباية لبن كمان، وحطيت معلقة سمنة، ممكن تحطوا زبدة اللي موجود عندكم عادي حطوه. ويفضلوا قلبوا باستمرار، وهتلاقوها بتتقل معاكوا كده. وقبل ما نحط العجين على الرخامة لازم نحط نشا. كنت عاوزة اعمل واحدة موتشي كبيرة والتانيين صغننين. المهم يعني ان انا حاولت ان اعمل دايرة بالطبق. وده شكل الموتشي اللي انا عملتهم كلهم. وعملت معاهم ايس كوفي. بجد يعني كانت ايس كوفي لايق قوي مع الموتشي، مش عارفة ازاي بس كان لايق. يلا بينا ندوق. اول حاجة نشرب لنا هي الايس كوفي. حلوة قوي ومنعش. طيب دي كده، وده كده الموتشي. بس صراحة انا دقته ماشي، وما ظبطش معايا قوي، العجينة كانت خفيفة شوية، بس يعني لحد ما وصلنا الى طعمه. فانا ما حبيتش اللي هو بالايس كريم خفيف، انا حبيت دي اكتر اللي هي فيها كتير. طعمه طبعا تحفة، بس العجينة حاسة ان هي خفيفة، كانت عايزة تتقل اكتر فاهمني، بس طعمها تحفة. مع ايس كوفي. في شوية من الايس كوفي تحت، انا خلاص شربته يعني في شوية. فانا عندي ايس كريم،
فكنت بشوف ناس بتحط الايس كريم على الايس كوفي، فانا قلت اجرب. انا اصلا حطيت غير المعلقه دي، بس انا قلت احط معاكم هنا. بصوا الالوان حلوه ازاي، شكل الالوان حلو. المهم كده لازم نخلطهم علشان نشوف بقى الطعم هيبقى عامل ازاي. بصوا يلا بينا ندوق. ميكس القهوة مع الفراولة تحفة. انا قاعدة زهقانة فقلت اعمل ايه، اعمل ميك اب كوري. وانا مش هنزل بيه، بس هو قلت اجرب يعني عشان اصلا الميك اب حرام، فاهماني؟ عشان ما اخدش سيئات. بليز ما تعملوش الميك اب تنزلوا بيه علشان ما اخدش سيئات، ماشي؟ ده لو بتحبوني. طيب انا هعمله خفيف جدا اصلا مش هيبان، بس هوريكم بس الخطوات. ماشي. اول حاجه اعملها هي كونسيلر العين. هسيب لكم ازاي نعمل الميك اب. هستخدم المرايه بس علشان اعرف اعمل. دي اول خطوه هي العين. كونسيلر المناخير او عند الانف. كده نكون خلصنا الكونسيلر بتاع الوش. اننا ادمجه. لا بصوا بجد طريقة الكونسيلر دي بتشيل اي عيوب. يعني انا حطيت كونسيلر درجتي بالظبط، كأني ما حطيتش اصلا كونسيلر كتير، يعني خلى البشرة كلها لون واحد. ودي احسن حاجة. دي ممكن اصلا انتي نازلة متحطيش اي ميك اب، دي بس بتحطي كونسيلر علشان بس يوحد لون بشرتك وتبقي قمر بالشكل ده. انا مش عايزة اكمل بصراحة، بس احط حاجات خفيفة علشان زي ما قلت لكم الميك اب حرام. انا مبحبش احط الميك اب قدام حد، يعني قدامكم او انزل في الشارع، فاهماني؟ بس هنحط حاجات بسيطة. الشفايف هنحط عليها كلها كونسيلر. هستخدم اي ليب لاينر. تستخدموا اي ليب لاينر، انا هستخدم ده. هتعملوها بالشكل ده كده، تدمجوها وتحطوا ليب جلوس. بس انا مش هحط ليب جلوس، هحط من الليب بالم دي اصلا كان نوع كوري، عشان كده هحط منها. ماشي. في الاخر خالص هبقى ادمجها. دلوقتي العيون والبلاشر. ميكن البلاشر بقى ميكن حطه. عامة بستخدم بتاع امان. نحط هنا وهنا والحتة دي والحتة دي ودي، ما بنجيش تحت خالص، والحتة دي. بس دي اماكن البلاشر، بس انا مش حاطة بلاشر. انا متحمسة للعين قوي لان اصلا عيني شبههم، فمش عارفة. انا مش حاطة ماسكارا عشان حواجبهم خفيفة، بس انا متحمسة قوي للعين عشان انا عيني شبههم شوية. فهحاول اعمل لوك العين واجي، بس هسيبلكوا ازاي نعملها هنا. انا عملت العيون بس ملكوش تعب الايلاينر عشان مش بعرف ارسم. طيب دي طريقة الانف، ازاي نعمل الانف. بس انا محبتش اعملها، مش عارفة ليه بس محبتش. بس مش لاقي عليها خالص الميك اب، مش عارفة ليه. بس عينيا شبههم، عينيا شبه الكوريين، بس مش لاقي عليها الميك اب عشان برضه مش مكترة قوي. بس ده كده فين اللوك. لسه ما حطيتش الليبستيك كده، هحطها وادمج الروج واجيلكوا. ده كده الفاينل لوك بتاع الميك اب. قبل ما انام قلت ارسم رسمة كده سهلة والونها، فقلت ارسم على ظهر السكتش عشان هو كده زي الكرتون، فهيبقى الرسم عليه شكله حلو. وقعدت كده اقلب واخترت الرسمة دي من بنترست وبدأت ارسم. مش لازم ان انا بقى عارفه ارسم، ان انا لا ما اقولش ان انا اشوف الرسمه واقلدها او ان انا اشوفها. لا عادي، لو انا مش في دماغي فكره ممكن ان انا اجيبها وارسمها عادي جدا. وقعدت بقى بعد ما رسمت قعدت الون. بجد الرسمه دي جميله وتفاصيلها سهله قوي. لا واو بجد. ويا جماعه احرصوا على قبل ما تناموا ترطبوا ايديكوا. انا رطبت ايدي بالمرطب ده. كده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجبكم. ولو عايزين أقضي فلوج يوم كامل بدولة تانية اكتبولي تحت في الكومنت، وبإذن الله أعملها لكم. يدرانيون.